افتتاحية فرن المرأة في زرقان الذي يعتبر خطوة مبدئية لدعم المرأة من الناحية الاقتصادية والمعنوية بعد الظروف الأمنية التي مرت بها المرأة في مدينة زرقان من قصف وتهجير. ومن خلال هذه الخطوة التي بدأت بافتتاح أول مشروع خاص بالمرأة، لأن المرأة قادرة على إدارة مشاريع أكبر من هذه وقادرة على تخطي جميع الصعوبات التي تمر بحياتها من خلال فكر وفلسفة القائد التي كرس اهتمامه بالمرأة. عاشت المرأة حرة. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.